كاينين ابواب في الحياة اللي الا حليتيهم عمرك ما غادي تعاود تسدهم. ايوب ما كانش كيعرف هذا القانون، دخل لواحد البلاصه اللي ما خاص حتى مخلوق يدور فيها، واللي وقع عليه من بعد كان اسوأ من اي كابوس. السحر، الشعوذه والارواح المسكونه. واش هادشي غير خرافه ولا كاينه شي حاجه حقيقيه ما باغيناش نعرفوها؟ هاد القصه ديال اليوم ما خاصهاش تعاود، ولكن دابا انا غنعاودها لكم. مرحبا بكم في القناة ديالي. هاد القناة مختصة بتقديم محتوى رعب أو قصص مرعبة واقعية أو مسوحات من الواقع. إلا كنتي مهتم بحال هاد النوع ديال القصص فما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تنساش تحط لايك إلى عجبك الفيديو. ودابا يلا نبداو. في واحد المدينة صغيرة كانت واحد البارتما قديمة ومهجورة، الناس كيقولوا عليها دار المفقودين. كان اللي كيقول باللي كانت دار عادية، ولكن واحد الليلة الساكنة كاملين تختفاو. وكاين اللي كيقول بلي هاد البارتما كان فيها مجلس سحرة كيتمارسوا فيه الطقوس المحرمة، وشي حد دخل عليهم بالغلط وتسبب في لعنة اللي قلبات الأمور. من داك النهار الناس كيهربوا من البلاصه، وحتى اللي جاي يجرب يسكن فيها اما كيتسطى ولا كيتختفى ولا كيموت في ظروف غامضه. ولكن الطابق الاكثر غموضا هو الطابق الثامن. كاينين شهود اللي قالوا باللي اللي طلع ليه كيخرج منه ولكن مختلف، ماشي نفس الشخص. واحد النهار ايوب يوتيوبر كيبغي يدير فيديوهاته على الاماكن المهجوره، قرر انه يدخل يصور فيديو ما كانش عارف بلي غادي يكون اخر فيديو. دخل ايوب وسط الظلام، الكاميرا شاعله والميكروفون كيسجل الصوت ديال دقات القلب ديالو. كان كيسمع غير الصدى ديال الخطوات ديالو في الممرات الخاويه، البلاصه عامره بريحه الغبره، والحيطان مكتوب فيهم كلمات غريبه بحروف ماشي عربيه بحال شي طلاسم. الطابق الاول كان عادي، الطابق الثاني حس بحوايج كتحرك من ورا الباب ولكن ما كان حتى شي واحد. الطابق الثالث كانت فيه الريحه ديال الكبريت عاطيه في الجو. الطابق الرابع كانت واحد اللوحه مكتوبه عليها بدم ناشف: ارجع، مازال عندك الوقت. الطابق الخامس كانت فيه صوت ديال مرا كتغني، ولكن الصوت كان مقلوب، يعني بحال شي صوت ماشي من العالم ديالنا. الطابق السادس حس بواحد البرد غريب بحال شي واحد كيشوفو كيراقبو. الطابق السابع الباب ديال الشقة 17 كان محلول وخرج منه واحد البخار فيه واحد الريحة اللي غريبة. ولكن ايوب موقفش، طلع للطابق الثامن اللي فيه السر الكبير. مني وصل لقى الممر كله مضوي بشموع حمراء، وفي نص الكوريدور كانت واحد الدائرة كبيرة مرسومة بالدم. الوسط ديالها كانت واقفة واحد المرأة لابسة لباس كحل، والوجه ديالها مغطي وكتمتم بكلمات غريبة. قرب بشوية باش يصور، ولكن فجأة حس بعينيه كيتقلوا عليه بحال شي واحد كيغطيهم. الكاميرا بدات كتعطي تشويش، المرأة ظهرت بشوية وسط القناع ديالها، ما كانش عندها وجه، كان غير ثقب اسود كيدور بحال شي دوامه. من بعد الشموع طفات بواحد الشكل اللي مفاجئ، ولا غير الظلام. الصوت ديالها ولا عميق ومخيف وقالت ليه: دخلتي بلا ما تستقدم، دابا غادي تبقى معانا. ايوب بحاول انه يجري، ولكن شاف واحد الحاجه خطيره. المرايه اللي كانت في كل زاويه كانت كتعكس واحد الطقوس سحريه اللي فيها واحد الاشخاص ما عندهمش عينين مجمعين على واحد الصندوق ديال الخشب. الصندوق كيتحرك بحال شي واحد لداخل ديالو باغي يخرج، ولكن فجأة خرجوا يدين من الارض وشدوا رجليه وجروه وسط الدائره. اخر حاجه شافها قبل ما يطيح هو ان المراه كانت كتقرب ليه وكتهمس ليه: غادي تكون قربان ديالي. ايوب فاق وسط الظلام، الارض كانت بارده بحال الثلج، الريحه خانزه بحال الريحه ديال اللحم معفن، عينيه كانوا مغطيين بقماش اسود، حس براسو مربوط بحبل، وشي اصوات كدور حواليه وكيهمسوا بكلمات غريبه، طلاسم اللي ما عمرو ما سمعها.
حاول يتحرك ولكن رجليه مربوطين بشي حاجة ثقيلة. من بعد داك القماش اللي كان على عينيه تحيد. شاف ناس دايرين بيه كلهم لابسين الكحل، الوجوه ديالهم كانت ما بيناش وفيها من الوسط واحد الضوء احمر بحال شي كائنات ما عندهاش الملامح. كانوا دايرين ايوب في دائره مرسومه بالدم، وعلى الارض كاينه واحد الجثه محنطه باين عليها بلي دازو ليها سنوات وسنوات، ولكن باقا حاله عينيها وكتحرك. المراه اللي شافها اول مره قربت ليه وفي يدها واحد الخنجر محفور فيه رموز شيطانيه. قالت ليه: باش نطلقو سيدنا خاصنا قربان، وانت دخلتي بلا إذن. دابا غادي تولي واحد منا، وغادي تموت هنا وغتبقى معانا للأبد. بداو كيرددوا تعاويذ، والشموع اللي وسط الغرفة تحركات بوحدها، والريح كيدور في القاعة بحال شي إعصار. الجثة اللي في الوسط بدات كترعد بحال شي حاجة باغا تخرج منها. أيوب حس بالدنيا كاملة كتدور بيه. الصوت ديالهم بدا كيدخل في دماغه، كيحس براسو مبقاش قادر يتحكم في الحركات ديالو، بحال صافي تسحر. ايوب مني شاف في المرايه تفاجئ من داكشي اللي شافه. ما لقاش الراس ديالو، المرايه كانت كتعكس لي واحد الوجه فارغ، يعني بحال شي قناع، روح بلا جسد. المراه قربت ليه بالخنجر وقالت ليه: عندك اختيارين، إما تولي منا وتكمل الطقوس، وإما غادي ندير ليك بحال الآخرين وغادي نحبسك بين العالمين حتى يجي واحد آخر ويبدلك. ايوب حاول يجري، ولكن في كل مره كيوصل للباب كيرجع كيلقى راسو وسط الدائره من جديد. ما كانش عنده شي مخرج، كان محبوس في واحد الدوامه، عالم بين الحياه والموت. شاف فوق الطاوله كتاب قديم محلول في الصفحه، مكتوب فيها بلغه غريبه، ولكن كاين جمله وحده مفهومه: الدم يحرر ولكن الروح تقيد. فهمها ما فهمهاش، فهمها ما فهمهاش، ما كانش عنده وقت للتفكير. المرأة كانت هازة الخنجر، والناس بدات كتزيد في التعاويذ، والريح ولات عاصفة كتدور في الغرفة بالجد. أيوب خاصو يدير شي حاجة دابا. أيوب ولا مخدر بالخوف، الجسم ديالو ولا بارد، ما بقاش قادر يتحرك، بحال شي حاجة شادة بواحد القوة رهيبة. المرأة قربات وبدات كتهمس ليه في ودنو بواحد الصوت خافت: بالدم ديالك غادي نطلقو مول الظلام، الروح ديالك غادي تعيش، ولكن في مكان آخر. أيوب بغى يغوت ولكن الصوت ديالو مخرجش. شاف المراية قدامه، ولكن هاد المرة ما شافش راسو، شاف واحد آخر عنده نفس الجسم، ولكن الوجه كان مجرد قناع أسود، والعيون ديالو كانت كتحرك بحال الجمر. هداك انا، ودابا القربان غيتنقض. الطعنة الأخيرة، المرأة غرزات الخنجر وسط الصدر ديال أيوب. الألم كان خفيف، ولكن حس بحياته كتخرج منه بحال الدخان. حس بالأفكار ديالو كتمحى، الذكريات بدات كتذوب بحال الشمع، والعالم اللي كان عارفه ولا مجرد خيال. أيوب ما ماتش، ولكن تبدل. عينيه تحلات ولكن ما بقاش أيوب. الجسد ديالو كان باقي واقف، ولكن الروح ديالو كانت محبوسة في المراية. شاف الجسد ديالو كيتحرك، ولكن بواحد الحركة بطيئة أو مظلمة. شاف يدو كتهز، ولكن ماشي هو اللي كيتحكم فيها. وسمع الصوت ديالو كيهدر، ولكن ماشي هو اللي كيهدر. أخيرا خرجت، العالم ديالكم دابا ولا مفتوح لينا. مول الظلام استولى على الجسد ديالو، والروح الحقيقية ديال أيوب تحبسات في المراية. كتشوف كل شيء ولكن ما قدرت دير والو، والكاميرا سجلات كل شيء، ولكن الشخص اللي خرج من البارتما ما بقاش أيوب الحقيقي. كانت آخر لقطة في الفيديو هي اللقطة مشوشة ديال واحد الشخص وقف قدام الكاميرا، ولكن وجهه ما باينش، وقال آخر همسة قبل ما الفيديو يسالي: انا خرجت،
دابا نوبتكم. كان هذا هو الفيديو ديالنا الخاص بالقصة ديال أيوب مع السحر الأسود. متنساوش تحطوا لايك للفيديو وتسناو الجزء الثاني حيث فيه أحداث اللي ما كيتقبلش العقل.